طعم القهوة حاجة وطعم اللبن حاجة تانية خالص، بس لما تيجي تعمل ميكس ما بين الاتنين هتلاقي طعم تالت ما يحبوش غير الناس الكيفة. اهو بالظبط ده اللي تم لما حصل ميكس ما بين فيات 31 وفيات ريجاتا، وده بعد اتفاق من المدير التنفيذي لشركة توفش التركية مع نظيره في شركة فيات. وتم التطوير الفعلي لفيات 31 وريجاتا سنة 1986، وده كان في إيطاليا وتركيا عشان يظهر لنا الدوجان والشاهين. ومصر بدأت تصنيع سنة 1993، وأثيوبيا ابتدت في تجميعها سنة 2006، واستمرت مصر في إنتاج الدوجان والشاهين لحد سنة 2009. وحجم الطلب ده دليل على شعبية العربية ومدى تأثيرها علينا، حتى إنها لحد النهاردة بتستخدم كعربية أجرة. ومن الثقة دي انتشرت شاهين ودوجان، أشهر عربية في مصر وتركيا لحد وقتنا ده. ولو انت فاكر ان الشاهين هي الدوجان فحب اقولك انك مش لوحدك، وناس كتير فاكرة كده، لكن الحقيقة ان الشاهين حاجة والدوجان حاجة تانية. ظهرت الشاهين ب3 موديلات، وهي شاهين اس، وده كان اللوجو بتاعها حرف التي، ونزل بموتور 1400 سي سي بقوة 78 هورس باور. تاني موديل كان شاهين اس ال، وبنفس موتور شاهين اس، لكن كان بيتميز بكماليات زي التكييف والباور ستيرنج وازاز كهرباء امامي، وكان اللوجو بتاعها رمز الصقر. اما الموديل الاخير كان النسخة المطورة من شاهين اس ال، ونزل بموتور 1600 سي سي، وده كان سنة 1996، بالإضافة لتعديل الشاهين سنة 2002، وكان في المراية الجانبية والتابلو وإضافة فوانيس شبورة. أما آخر تعديل كان 2005، وهو إن الشاهين نزل بموتور حقن إلكتروني اللي هو انجكشن. ومختصر التعديلات دي عشان الشاهين تنافس الدوجان وغيرها من نفس الفئة في المبيعات. الدوجان بقى نزل بموديل اس ال اكس، وده كان بيتصنع في تركيا، وموديل ال، وده اللي كان بيتقفل هنا في مصر. والموديلات دي كان فيها كل الكماليات اللي موجوده في الشاهين، بتختلف بس في التفاصيل الداخليه للصالون والتابلو عن الشاهين، ده غير اختلافات تانية زي ان الدوجان بتنزل بنظام دفع خلفي وجنوط سبور، ده غير ان موتور الدوجان كربراتير، وده يعتبر استهلاكه اعلى للبنزين. الدوجان كانت بنظام باور ستيرنج كامل سهل جدا في التوجيه وازاز كهرباء امامي، ولو صاج الشاهين متين فالدوجان يعتبر امتن. الشاهين بتنزل باغلب موديلاتها بفرش من القماش للصالون، لكن الدوجان كانت بتنزل بفرش جلد، ده غير ان اللوجو للدوجان هو حرف التي بس، والتهويه بتبقى في نص الشبكه. تكييف الدوجان يعتبر اقوى نسبيا من الشاهين، فمن الاخر كده انا شايف ان الدوجان احسن طبعا من الشاهين، لكن سعرها هيعدي طبعا ال50,000 على حسب حالتها، وده برغم التشابه الكبير جدا في المواصفات. فالعربيه بتنزل بارتفاع متر 44 وعرض متر 62 وطول 4 متر 31 ووزن 950 كيلو، وبحد اقصى للسرعه 200 كيلو. اما حجم الشنطه 400 لتر، ودي مساحه كبيره وممتازه. نيجي بقى للمميزات، وانا هنا هكلمك عن مميزات الشاهين والدوجان وكانهم عربيه واحده، لانهم متقاربين جدا في المواصفات. اول ميزه في العربيه بتتميز بالموتور القوي، ده غير انها اعتماديه على حسب اهتمامك بيها. تاني ميزه قطع الغيار، قطع الغيار متوفره وسعرها مناسب. تالت ميزه وزي ما ذكرت لك قبل كده، فالعربيه بتتميز بالمتانه والصاج القوي. اما رابع ميزه وهو سهوله صيانتها، وده لان اجزائها الميكانيكيه مش معقده، فبالتالي اي صناعي يقدر يشتغل فيها. خامس ميزه نظام التعليق اللي يعتبر قوي ومتين ويستحمل معاك الهلك والمشاوير بشكل كبير، وده تقريبا بشهاده كل الناس اللي جربتها. سادس ميزه وده يعتبر ميزه وعيب من موديل للتاني، وهو استهلاك البنزين، لان في موديلات موفره البنزين عن موديلات تانيه، وده على حسب نوع الموتور سواء كربراتير او انجكشن، بمتوسط استهلاك 9 لتر لكل 100 كيلو. سابع ميزه سعرها، واللي يعتبر مناسب لاغلب الناس اللي بتستهدف عربيه من الفئه الاقتصاديه. تامن ميزه فالعربيه تعتبر اعتماديه في المسافات، وده في حاله انك مهتم بصيانتها بشكل كبير ومشيك عليها قبل اي مشوار انت هتروحه. اما اخر ميزه اعاده بيعها، ودي بقى اهم ميزه فيها، لان اعاده بيعها تعتبر سهله جدا، وده بحكم شعبيه العربيه ومدى تاثيرها على الناس، ونتيجه للمميزات الكتير اللي ذكرناها. وزي ما مميزات الشاهين والدوجان كتير، الا ان العربيه برضو ليها عيوب كتير. اول عيب العزل فيها يعتبر سيء جدا، وهتسمع صوت الموتور والمروحه والكاوتش بالذات وانت على طريق لحد ما يجيلك صداع. تاني عيب وهو ان العربيه هتحسسك بالنار والمطبات الى حد ما،
وده نتيجه لمتانه ونشوفيه العفشه. تالت عيب ضعف الاكسدام، ولا تحسه بلاستيك خفيف كده مع الخبطات البسيطه. رابع عيب وده في الموديلات اللي ما فيهاش بار، فهتلاقي الدركسيون تقيل قوي وهتحتاج تتمرن له باي وتراي. خامس عيب ضعف الاضاءه وضعف الخامات الداخليه للطابلو، وده لان خامات الطابلو سيئه جدا وغير عمليه بالمره في اغلب الموديلات وبتشقق بسرعه. عشان كده الاحسن انك لو جبت شاهين او دوجن يستحسن تعمل كبس للطابلو او تطعم بجلد. سادس عيب وهو ان برغم العربيه تعتبر عائليه الا ان اللي قاعد في الكنبه الخلفيه مش هيحس بالراحه بشكل كبير لانها تعتبر ضيقه الى حد ما، وده بحكم مساحه الشنطه الخلفيه اللي بتاثر على حجمها. اخر عيب وهو ضعف التكييف، وتقريبا ده في كل الموديلات. ده كده بالنسبه للعيوب. وللعلم انا ذكرت عيوب في الشاهين والدوجن ما ذكرتهاش قبل كده في ال31 والريجاتا، وده لان ال31 والريجاتا نزلوا بمواصفات اللي اغلب موديلات العربيات نزلت بيها في الوقت ده، لكني ذكرتها للشاهين والدوجن لانهم المفروض تطوير للريجاتا وال31، والمفروض برضو تنزل كتعديل للعيوب اللي كانت موجوده قبل كده مش تفضل مستمره فيهم، وبعض العيوب دي ظهرت بعد فتره من استخدام العربيه. فمن الاخر كده وبرغم حبي للشاهين والدوجن الا اني مش شايفهم قيمه مقابل سعر، وان في عربيات تانية تستحق السعر اللي هتدفع فيهم بامكانيات احلى، وده اللي هوضحه لك بالتفصيل في الفيديوهات الجايه باذن الله. تابع معايا وما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام يا وحش.